المغرب طبعا. الضربة الأولى ستحط من معنويات هذا الخصم القوي، وسترهقه اقتصاديا وتهزمه سياسيا. يوجد في الجزائر حوالي 40,000 مغربي يعملون في شتى الميادين، منهم معلم الكتاتيب القرآنية وعمال فلاحون وبناؤون، ومنهم جماعة كبيرة تعمل في التجارة وتملك عقارات ضخمة من فيلات إلى عمارات إلى مزارع. ريثما ندبر الأمر فيما يتعلق بالجانب العسكري. سنجمع المغاربة العاملين والقاطنين في الجزائر وسندفع بهم إلى ما وراء الحدود مجردين حوفات عراة. وبانضمام الصحراء، المغرب يعاني من دهورة الاقتصاد، وبوضع